قرار قد بدا للبعض متوقعا، وقرار بدا للبعض الآخر مفاجئا. مساء الخير دكتور علاء. مساء الخير أستاذ خالد، ومساء الخير على كل المشاهدين. دكتور، نقدر نفهم منك ماذا جرى بالأمس؟ موضوع ببساطة شديدة، المسؤولين في قناة النهار استدعوني قبل بدء البرنامج بدقائق قليلة. نعم. بعد أن انتهيت تماما من فضل الله من إعداد البرنامج، وأبلغوني بعدم ظهوري في حلقة الأمس بقرار من أحد المحامين، وقالوا إن هو المسؤول بتاع الشؤون القانونية في القناة. نعم. لما قرأت القرار اكتشفت إن هو مكتوب على ورق أحد المحامين اسمه محمد عبد الوارث. فقلت لهم بكل هدوء هذه توصية ليست قرارا. ما يأتي من الشؤون القانونية لأي مؤسسة يعتبر توصية ولا يعتبر قرارا. القرار يبقى دائما بحوزة الإدارة. نعم، ده صحيح. هم يعني بينما قالوا أن القرار اتخذ وأن الإدارة رضخت للشؤون القانونية، قلت لهم وبكل وضوح إذا لم تظهر حلقة حاد وجاد اليوم فأنا لن أعمل في قناة النهار مهما كانت التوابع أو العواقب. يعني إما حلقة اليوم وإما فلا، يعني يا الحلقة النهاردة يا بلاش. طبعا يا نشتغل يا إما بلاش. نعم. واخد بال حضرتك؟ يعني نحن نتحدث عن عمل احنا ملتزمين به والجمهور ملتزم به. هم الحقيقة كانت النية مبيتة تماما لأن الحلقة ما تطلعش، وكان تم بكل أسف تسريب الخبر إلى عدد كبير من مواقع الإنترنت. وأنا شخصيا من فضل الله تلقيت اتصالات كثيرة من مواقع الإنترنت قبل لقائي بالمسؤولين في القناة، يعني للتأكد من صحة الخبر. يعني بدا وكأنه النهارده كان أنت بتعرف بشكل غير مباشر ربما قبل ما تعرف بشكل رسمي، يعني بتعرف من أطراف خارجية قبل ما تعرف من الأطراف الداخلية. أنا تأكدت أن القرار صدر لما الحقيقة، وأنا أقول لك وما فيش خجل، اتصل بي موقع الفجر أولا، وبعدين موقع جمهور الأهلي ثانيا، وبعدين موقع كورة ثالثا. 3 مواقع كلموني قبل ما أعرف الموضوع رسميا. الحقيقة المسألة بالنسبة لي كانت بسيطة، لأن مش من السهل على أي حد إنه يحتمل قول الحق بصوت عالي. نعم. مجتمعنا لسه مش ناضج لسماع الحق بصوت عالي. هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة اللي يحصل فيها الكلام ده. وأنا بغرابة شديدة هذه هي المرة العاشرة في حياتي المهنية التي دامت، ومن فضل الله السنة دي تعمل 38 عاما في الإعلام الرياضي. كبرش نفسك يا دكتور. هذه هي، لا بوجه الدقة 38. ما انا ما تكبرش نفسك، انت بدأت وانت عندك سنتين بقى، مش معقول. انا بادئ عام 1974 في التعاون في السفير الرياضي في الاسكندريه والتعاون الرياضي مع الاستاذ احمد المنشلي. نعم. وكان عندي باب تاريخ لا يمكن الكلام عليه او الفصال فيه يا دكتور. نعم. تاريخ لا يمكن النقاش فيه ولا الفصال عليه. الحمد لله. المهم فانا تعرضت دي المره رقم 10 اللي المسؤولين في الجريده لا يتحملون اسلوبي او نقدي. انا تعرضت للاقاله في مؤسسه الاخبار، في جريده اخبار الرياضه، في اليوم، في مجله النادي الاهلي على يد صالح سليم، في قناه ظلال واضواء، في مواقع كثيره تعرضت للاقاله او لايقاف عملي بسبب اسلوبي الحاد
الحمد لله الحمد لله لم أخسر قضية واحدة في حياتي بشأن أسلوبي، ولكن المسؤولين في كل موقع في مصر وأقول كل موقع، مش أقول أغلب المواقع، في كل موقع في مصر لا يتحملون الضغوط فيما يتعلق بالنقد الجاف. نعم. يمكن برضو لسه عندنا ثقافة قبول الرأي حتى وإن كان حاد في بعض الأحيان، أو مواجهة الرأي برأي آخر. لسه برضو المسألة عايزة تنضج أكتر من كده. إنما عايز أعرف فحوى الخطاب اللي حضرتك يفترض اطلعت عليه وكان المطلوب إنك توقع على بنوده. إيه السبب؟ إيه سبب القرار؟ هو يعني مكتوب في سبب القرار الحقيقة، وده اللي أحزنني جدا جدا من المسؤولين، ان الشخص المحامي اللي هو اللي اصدر القرار بيقول ان في ان انا قلت على اهل بورسعيد اتهمتهم بالصهيونيه. ده مش بس كذب، يعني خد بالك، ده مش بس كذب، ده تضليل، لان لا علاقه على الاطلاق بين اسرائيل وبين الصهيونيه. ولم اتهم ابدا بورسعيد على الاطلاق باي شيء له علاقه باسرائيل. ولم اتهم النادي المصري اللي انا بقول حتى هذه اللحظه ان جمهوره من القتله. انا لم اتهم النادي المصري بانه له اي علاقه باسرائيل على الاطلاق. ولكن انت في زمن التضليل تتحول الكلمه مره ومرتين وثلاثه واربعه لغايه ما توصل في الاخر هرم، وهي كانت في الاخر حته تراب. الى جانب جزء مهم اخر، انه اغلب الناس، والله يعني عفوا في كلمه اغلب الناس، انما نسبه كبيره من الناس بتستقي معلوماتها ومواقفها واتجاهاتها بالسمع. لا ده عاده سايده عندنا. لا ده انا بحكي لك على تجارب شخصيه. ناس كتير بتتعامل مع الامور وبتاخد مواقف وتتكلم وتبني قرارات وتصنع اتجاهات بالسمع. انا يعني الحقيقه بتمنى ان شاء الله كل التوفيق لقناه النهار. لا يوجد ادنى مشكله مع قناه النهار شخصيا. هم كانوا اضعف من ان يواجهوا الضغوط. هم مش اول ناس يبقوا عندهم هذا الامر الحقيقه، يعني انا ابقى واضح وصريح، مش هم اول ناس، يعني كل الناس تقريبا من يوم ما انا اتعاملت في الاعلام المصري، كل الناس، خد بالك بقول كل الناس تقريبا على نفس المنوال. مصر حصل فيها ثورة، حاجة أسعدتنا جميعا جدا جدا، لكن يبدو أن الثورة ما نضجتش، وأن إحنا محتاجين إن شاء الله ثورة ثانية بإذن الله تحسن البلد وتعيد للبلد اسمها وتعيد للبلد هيبتها وتعيد للبلد مكانتها إن شاء الله. ونبقى قادرين على قبول الرأي الآخر واستيعاب كل ما يجري حوالينا، وان احنا نعترف بيه ونقر بيه ونتبادل الاراء في محبه وفي اقتناع وفي موضوعيه ورضا. لانه للاسف الشديد الاختلاف في الراي دلوقتي يعني قبول فكره انه حد يوجه نقد او يوجه ملاحظه عامله زي الطعن في الكرامه. احنا بنعتبر ان لو حد انتقدنا او وجه لنا ملاحظه انه بيطعنا في كرامتنا ورجولتنا. الحمد لله احنا تربينا نقبل الراي الاخر، وتقبلنا نقبل كل شيء حتى ما يخالفنا في كل الاتجاهات، لكن لا يزال المجتمع حتى الآن طفلا أو رضيعا في مسألة قبول الرأي. أنا بحتفظ بمزيد من التساؤلات ومزيد من الكلام، وإن احنا نتجول معاك في إبحار واسع حوالين موضوعات كثيرة جدا. في أول السطر إن شاء الله يوم السبت القادم. دكتور أشكرك شكرا جزيلا، وانتظروا حلقة ساخنة جدا مع الدكتور علاء صادق في أول السطر يوم السبت القادم. مباراة تجري الآن بين المنتخب الأول، منتخب مصر الأول، والمنتخب